الراجل ده شغال في شركة تبع الحكومة، اتفجر المباني القديمة. مراته كلمته وقالت له متنساش وانت جاي تجيب معاك تورته لبنتك. قال لها زي بتاعت نادي الجزيرة. قالت له ده في الجزيرة. الراجل حط لسانه في بقه وسكت. الراجل ده شاف ركنة فركن، ركزوا قوي على حوار الركنة ده، فدخل يشتري التورته وخرج بيبص لقى الونش شال العربية. راح خد تورتته وشنطته وطلع على المرور. قال لهم انا كنت راكن صف اول جنب الرصيف والعربية الونش شالها. راح الراجل الكلح دوت قال له معلش بص بقى الرخص عليها مخالفات 450 يورو. قال له ادفع وبعدين اشتكي. يا بيه ما تعطلناش يخلص يا بيه. الراجل قال له انا المفروض اخد عربيتي ما ادفعش جنيه وتحاسبني على فلوس التاكسي كمان وتعتذر. قال له عايز نعمل ايه؟ قال له اعتذر لي. قال له معلش. روح البيت طبعا متاخر وعيد ميلاد بنته خلص ومراته طبعا شبش. فراح تاني يوم عشان يشتكي فلقى اخو الواد الكلح دوت هناك. فقال له انا كنت راكن عربيه صف اول جنب الرصيف العربيه الونش شالها. قال له وريني المخالفه كده. فقال له معلش. قال له يا عم افهم انا كنت راكن عربيه صف اول جنب الرصيف والعربيه الونش شالها. قال له بجد؟ قال له عهد الله. فقال له معلش. قال له على الطلاق انا كنت راكن عربيه صف اول جنب الرصيف والعربيه الونش شالها. بعد كده راح داخل الحبس. خرج من الحبس لقى صاحبه بيقول له احنا خرجناك عماش مبكر. فراح يدور على شغل. بيبص على العربيه كان راكنها صف اول جنب الرصيف والونش شالها، بس المره دي راح دفع من سكات. راح بعد كده المخزن بتاع الشركة بتاعته، حط متفجرات في شنطة العربية وخدها ركنها صف أول. انتوا عارفين بقى الباقي. الونش بعد لما خدها وداها المرور، راح مفجر المرور باللي فيه بس ما موتش حد، بقى بطل في عين الشعب ودخل السجن ما شاء الله عليه. وتخلص القصة دي على كده. قصة كئيبة بس جميلة يعني. الواد سانتياغو صح أبوه وأمه من النوم قال لهم أنا قتلت واحدة بالعربية. أبوه قال له ينعل الميتين أمه اصطبحت. كلم المحامي جه قال له الرخصة باسم مين؟ قال له باسم. قال له طب والعنوان؟ قال له على البيت. المحامي قال له مفيش غير حل واحد بس، نجيب حد نشيله الليل. فالراجل جاب الجناين وقال له شوف يا عم سعيد انت سعيد، انا ابني قتل واحدة بالعربية، هتقول ان انت اللي قتلتها؟ قال له ايه؟ لا يمكن استحاله. قال له هديك $500,000. قال له ياه لو كنت الحق الفرامل قبل ما ادوس عليها كنتش قصدي اموتها والله. في الوقت دوت رئيس المباحث جه دخل قابل عم سعيد قال له شفت الكلب عمل ايه؟ خد العربيه وقتل الست منه لله. عم سعيد راح معاه يوصف له العربيه قتلتها ازاي. قال له لا القاتل شخص اطول من عم سعيد. فالمحامي خده على جنب واتكلم معاه قال له هاخد $1,000,000 وهقول اللي عم سعيد هو اللي قتل. فدخلوا الاوضه عشان يتفقوا. الواد سانتياغو دخل قال لهم انا هعترف بكل حاجه، انا هو ده اللي قتلت، عم سعيد ملوش ذنب. عم سعيد قال له خش يا حبيبي اشرب اللبن يا حبيبي ونام. عم سعيد ده خرج مع رئيس المباحث وهو مسلم نفسه. فجوز الست اللي هي ماتت ديت راح جايب حاجه وراح قتله. ونخش على القصه الاخيره ودي احلى قصه في 6 قصص بصراحه. البنت دي بتتجوز اللي بتحبه وفرحانين، فبتبص على جوزها لقيته واقف على الترابيزه اللي عليها زمايله في الشغل. فهي كانت حاسه انه بيخونها، مسكت تليفونها وجابت رقم كريم اللي كانت مسجلاه على التليفون بتاعها اللي هو كان بيكلمه في نص الليل، ترن عليه عشان تعرف هو مين. ما طلعش كريم، طلع كريم. قالت له انت كنت خنتني معاها؟ قال لها كنت بقول لك اسمه كريم وطلعت كريم، هكون كنت بلعب معاها تنس يعني. البنت سابت الفرح وخرجت طلعت فوق السطح عشان تنتحر. قابلت الطباخ ده وقال لها مفيش حاجه مستاهله، وبعدين اللي خانك اسمه خانك وانت عمرك يوم ما خنتي. قالت له يعني ايه؟ قال لها نرقص باليه. فجوزها بقى طلع قفشهم وهما بيرقصوا باليه. قال لها بتعملي ايه؟ قالت له انزل تحت يا كلب. قالت له على فكره انا هاخد منك كل الفلوس اللي عندك والارضيه بتاعت ابوك الحرامي اللي بيتهرب بالضرايب وبيعها لك باسمك، واحنا دلوقتي متجوزين، فاي راجل هنا هتقع عليه هرقص معاه باليه، لو كلمته حبيت تطلقني هعور نفسي وافضحك على الفيس واقول ان انت بتضربني وتعاملني بوحشيه ومفيش حنيه. راح قال لها طب ايه رايك في الحركه دي؟ ونزلوا كسروا القاع. راح بعد كده راح عندها وقال لها تسمحي لي التاني رقصه، تسمحي لي التاني فرصه؟ سمحت. فقال لها بقول لك ايه؟ قالت له ايه؟ ما تيجي نرقص باليه. ورقصوا باليه ما شاء الله العيله كلها بتتفرج عليهم وهما بيرقصوا باليه. واسم العريس بقى ايه؟ اسمه اريا. ما شاء الله كلهم قرايب. مش تعملوا لايك للفيديو لو عجبكم وشيروا وسبسكرايب. سلام.